تشير الشواهد التاريخية إلى أن منطقة جيبوتي كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري الحديث، وقد تعاقبت عليها حضارات وممالك عبر حقب التاريخ. ويقال أن قدماء المصريين هم أول من أقام علاقات مع هذه المنطقة، إلى أن علاقاتها مع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية كانت أكثر ثباتا وتأثيرا نتيجة نزوح قبائل سامية في موجات متعاقبة عبر البحر الأحمر، انصهرت وكونت حضارة خاصة، وحولت المنطقة إلى نقطة اتصال تجاري بين الشرق والغرب. وفي مراحلها الحديثة رزحت جيبوتي تحت الاحتلال الفرنسي حتى استقلالها عام 1977. إن موقع جيبوتي في الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب يعتبر موقعا استراتيجيا هاما، كما أنها تتمتع بعلاقات تاريخية جيدة بعدد من دول الجامعة العربية التي هي عضو فيها، إضافة إلى ازدياد أهمية علاقاتها مع بقية دول العالم. ضياء الدين سعيد بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسفير غير مقيم لجمهورية جيبوتي لدى سلطنة عمان ومملكة البحرين. وقبل ذلك أيضا كنت سفير غير مقيم في مختلف دول الخليج العربي قبل أن تفتح سفارات بها. تشرفت أيضا منذ زمن بغير القصير أن أكون عميدا للسلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية، وهي كما نعلم جميعا الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هي عاصمة إقليمية ودولية هامة. العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي إذا حسبناها بالعلاقات بين دولتين وحكومتين فعمرها 45 عاما، وهي منذ استقلال جمهورية جيبوتي. ولكن بطبيعة الحال العلاقة بين البلدين الشقيقين هي علاقة قديمة بامتداد الوجود الإنساني في هذه المنطقة، بلدين شقيقين متجاورين لا يفصل طيران جيبوتي عن الرياض سوى ساعتين، وقس على ذلك جدة أو جيزان جنوب المملكة، دولتان عربيتان مسلمتان بينهما كثير من الوشائج الوطيدة. ولكن أيضا العلاقة التاريخية أخذت مجرا مهما منذ استقلال جمهورية جيبوتي، وكان المملكة العربية السعودية دورا هاما في دعم جمهورية جيبوتي من أجل نيل استقلالها، ودعمتها أيضا بعد نيلها للاستقلال دعما لا محدود. نحن في جمهورية جيبوتي وعلى كل المستويات نثمن ونقدر هذا الدعم الأخوي الصادق من هذه الدولة القائدة والرائدة المملكة العربية السعودية. في خلال السنوات الأخيرة وفي عهد فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قفزت هذه العلاقة قفزات نوعية متميزة جدا في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال أبرمت أكثر من أو حوالي 30 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين الشقيقين. أسس مجلس لجنة مشتركة اقتصادية وحكومية عامة بين البلدين الشقيقين. أسست أيضا لجنة أمنية مشتركة لبحث القضايا الأمنية بين البلدين الشقيقين. هناك أيضا لجنة عسكرية لبحث التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. هناك مجلس أعمال مشترك لرجال الأعمال بين البلدين الشقيقين. وبالمناسبة اللجنة المشتركة الجيبوتية السعودية عقدت مؤخرا منذ حوالي شهرين اجتماعا لها في الرياض وكانت الدورة الرابعة. اللجنة الأمنية عقدت دورتين تحديدا منذ تأسيسها.
اللجنة العسكرية تعقد بشكل دوري عدة اجتماعات منذ حوالي 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات. إذن العلاقة هي علاقة متطورة في إطارها السياسي وإطارها الدبلوماسي. العلاقات السعودية الجيبوتية علاقات تاريخية وعلاقات قديمة جدا منذ استقلال هذه الجمهورية الشقيقة جمهورية جيبوتي، لكن نتحدث عن التاريخ وعن الارتباط القومي والإسلامي والجغرافي والمصلحي الذي يربطنا جميعا. هي علاقات أستطيع أن أسميها النموذج الأفضل للعلاقات العربية والعربية الإسلامية وأيضا الإسلامية الدولية. نتحدث عن مسار ثابت ونتحدث أيضا عن تطابق في الرؤى من جميع القضايا العربية والإسلامية والخليجية. وأيضا من الجانب الاقتصادي هناك محاولات حقيقة حثيثة، وإن كانت يعني حتى هذه اللحظة التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة لا ترتقي الطموحات التي تطمح إليها القيادتين في البلدين الشقيقين أو الشعبين، لكن نأمل إن شاء الله تعالى في قادم الأيام أن تكون هناك قفزات نوعية مهمة أيضا في الجانب الاقتصادي بالذات، وأن هناك اهتماما سعوديا كبيرا بإنشاء منطقة تجارية ومنطقة حرة للصناعات والمنتجات السعودية في جيبوتي. وكما نعلم أن في المنطقة الحرة في جيبوتي واحدة من أكبر المناطق الحرة في القارة الإفريقية. استثمار هذا الموقع الجغرافي المهم لجيبوتي، الربط بين موانئ جيبوتي وموانئ المملكة لتكون جيبوتي نقطة ارتكاز نحو القارة الإفريقية. جيبوتي هي مقر لدول الإيجاد وهي دول الشرق الإفريقي حوالي 8 دول. جيبوتي أيضا تمثل القنطرة التي تربط الجزيرة العربية بالقارة الإفريقية، دول الكوميسا حوالي 19 دولة، نتحدث عن ما يقرب من 450 مليون نسمة. تنمية وتطوير المنتجات السعودية نحو القارة الإفريقية من خلال موقع جيبوتي، هذه القنطرة المهمة والاستراتيجية. فالعلاقة حقيقة هي علاقة نستطيع أن نقول عنها وبالفم الملآن علاقة استراتيجية متطورة بفضل التواصل القائم الدائم بين القيادتين، متمثلة بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فبالمختصر علاقاتنا استراتيجية، علاقات وطيدة ولله الحمد. لم نرى يوما الشقيقة جمهورية جيبوتي بعيدة عن الموقف السعودي ولا عن الموقف الخليجي ولا على الموقف التضامني مع الدول العربية والإسلامية. هذا يعطينا أمل ويعطينا أيضا توقع للمستقبل بأن هذه العلاقات ستنمو وستزدهر. الملاحظ أن هذه العلاقات لم تتراجع يوما، بل تتقدم وتتطور وتتحسن وتتنامى، وهذا يدل على حكمة القيادتين في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية جيبوتي. أعتقد أننا أمام علاقات يجب أن تكون قدوة للآخرين. أكيد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة شهدت تغيرات مجتمعية وثقافية واقتصادية هامة جدا، وهي مرصودة وملحوظة للقاصي والداني. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية سكانها تقريبا 75% منهم من جيل الشباب، وفي هذه المرحلة هناك قائد شاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إذن هناك نوع من التجانس والتناغم ما بين القيادة والشعب، وهذه سمحت بأن تكون الرؤية السعودية 2030 منطلقة من احتياجات الشعب السعودي ورؤاه ورؤى السواد الأعظم منه. إذن كانت هذه التغيرات المجتمعية إيجابية وصالحة، وهي في إطار
القيم التي يؤمن بها شعب هذا البلد وقيادة هذا البلد، وهذه القيم هي قيم راسخة، والتغيرات المجتمعية والثقافية أيضا تأتي في هذا الإطار، وهذا شيء ملموس وهو شيء إيجابي بكل المقاييس. حقيقة نحن دائما عندما نتحدث عن الرؤية السعودية 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين والتي يرعاها ويسهر على تنفيذها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دائما أقول وأكرر بأن الرؤية السعودية 2030 ليست برؤية سعودية مختصرة. لماذا؟ لأن المملكة العربية السعودية دولة قائدة ودولة مهمة في محيطها الإقليمي وفي العالم، وعندما تكون هناك رؤية سعودية أو خطوات استراتيجية سعودية فإنها لابد أن يعم هذه الخطوات وهذه الاستراتيجية إلى محيطها. موقع جمهورية جيبوتي أعطاها قوة عظمى على مستوى العالم. حينما نرى هذه الدولة جيبوتي بمساحتها المحدودة وبمواردها المحدودة وحتى بعدد سكانها المحدود، لكن نرى تأثيرها إقليميا ودوليا وعالميا. الموقع الجيوستراتيجي والموقع المؤثر على جميع الممرات الهامة في العالم، وهو يتمثل في باب المندب وفي قناة السويس وفي البحر الأحمر، هذا البحر العربي الذي يجب أن يكون ويبقى تحت الاهتمام العربي. هنا نحن أمام دولة ذات موقع فريد، ذات موقع مؤثر، والأهم من هذا كله أن فيها قيادة وسياسة ثابتة وأمن مستتب ورؤية حكيمة. هذا ما يجب أن يقال عن الأشقاء في جيبوتي. كما نعلم جميعا أن القارة الإفريقية مرتبطة ارتباطا جذريا هاما بالجزيرة العربية. هناك القرب الجغرافي، لا يفصل الجزيرة العربية عن القارة الإفريقية إلا حدود البحر الأحمر، والبحر الأحمر معظم الدول التي محيطة به إن لم تكن كلها هي دول عربية لها ارتباطها الوطيد بالمملكة العربية السعودية. هذا عزز أن تكون المملكة العربية السعودية بحكم ثقلها الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي محورا رئيسيا نحو القارة الإفريقية بكثير من العلاقات الاقتصادية والتنموية، الصندوق السعودي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للتنمية، التي المملكة العربية السعودية هي الشريك الأساسي والمهم فيه. لها كثير من المشاريع التنموية الهامة في كل القارة الإفريقية. إذن هناك نوع من العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية والسعودية والقارة الإفريقية. هناك ارتباطات كثيرة مهمة، منها دينية ومنها ثقافية وجغرافية أيضا وإنسانية. حينما ننظر إلى جيبوتي التي استغلت المكان واستغلت الموقع المؤثر واستغلت حسن العلاقات الدولية واستغلت حقيقة وجود علاقات ثابتة ومتينة مع المملكة العربية السعودية وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، هنا نجد أننا أمام دولة استثنائية وفكر سياسي استثنائي وبعد استراتيجي للمستقبل، وهذا ما جعل جيبوتي محط أنظار العالم. نتطلع ربما في العام المقبل إن شاء الله تعالى إلى انعقاد القمة السعودية الإفريقية في المملكة العربية السعودية، وهناك طموحات كبيرة. طبعا هي تأجلت القمة هذه بسبب الجائحة، ولكن هناك تطلعات كبيرة إلى أن تكون هذه القمة نقطة ارتكاز أخرى جديدة في العلاقة الإفريقية السعودية. نحن في جيبوتي سعداء بأن نكون أيضا محور من هذه المحاور بحكم الجوار الجغرافي وبحكم العلاقة الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية. وقس على ذلك مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، هذا مجلس واعد أيضا هو من الأفكار الهامة التي وضعتها المملكة العربية السعودية وقيادتها، وحريص عليه كثيرا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونتطلع أنه في قادم الأيام تنعقد قمة الدول
العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتؤسس مجلسا في تعاون مزدهر اقتصادي بيئي ثقافي اجتماعي سياسي أمني. هناك تطلعات كبيرة، هناك علاقات وطيدة ومتينة، ولكن هناك أيضا تطلعات لمزيد من التطوير لهذه العلاقة الإفريقية السعودية في ضوء الرؤية السعودية 2030 بإذن الله تعالى في قادم الأيام. الدعم السعودي هو ضرورة لجمهورية جيبوتي الشقيقة، وهو مطلب للشعب الجيبوتي الشقيق، وهو أيضا يأتي ضمن ما يدل على قوة هذه العلاقات. الجمهورية الجيبوتية تحتاج إلى دعم جميع الأشقاء، وتحتاج إلى تواجدهم على أراضيها والوقوف معها، لا سيما مرة أخرى وأؤكد بأن جيبوتي محط أنظار دول العالم، وبالتالي تواجد المملكة ومساعدات المملكة في الداخل الجيبوتي تنمويا هو ضمن اهتمام قيادتنا في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دولة قارة، دولة كبيرة مهمة مترامية الأطراف. هناك تنوع جغرافي، تنوع في الطبيعة، تنوع في الثقافة، تنوع في المأكل، وتنوع في كثير من جوانب الحياة. لذلك السلك الدبلوماسي دائما عندما يعيش في بلد بهذا التنوع فتكون الأغراض المعرفة كبيرة ووطيدة. يستطيع أن يعلم بثقافة جنوب المملكة وشمال المملكة وشرق المملكة وغرب المملكة ووسط المملكة، فهناك تنوع كبير، هذا يثري معرفة السفير. وعندما نتحدث عن المنطقة التي نحن فيها فنحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية التي هي قلب الجزيرة العربية. المملكة العربية السعودية لها امتداد بجنوب الجزيرة العربية وبالدول الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، سواء كانت في الشرق الإفريقي، جيبوتي، في إثيوبيا، في الصومال، في إريتريا، اليمن. هذا الامتداد موجود أيضا مع دول الخليج العربي أو حتى مع الدول العربية التي هي في شمال الجزيرة العربية كبلاد الشام والعراق. وجود المملكة بهذا التنوع الجغرافي والانفتاح أيضا الإنساني على حدود هذه الدول، يستطيع السفير من خلال الرياض أن يرصد الأحداث بمختلف أمورها، فتعتبر إثراء ومعرفة مهمة. من خلال الرياض يستطيع أن يتابع القضايا الاستراتيجية والاقتصادية للعالم. جيبوتي عضو فاعل في جامعة الدول العربية، دولة سياستها عاقلة ومتزنة، دولة تضع نفسها دائما في الموقف وفي الموقع وفي التوقيت السليم مع القضايا العربية، وبالتالي موقعها الجغرافي مهم ويجب أن يوظف لمصلحة الأمن القومي العربي، وتوجهها السياسي معتدل ويجب أيضا أن يستغل وأن ينمى وأن يسند لدعم المواقف العربية. أيضا لديها استقرار أمني يعني فريد. إذا نظرنا إلى جميع الدول الإفريقية حتى في ذات القرن الإفريقي نجد جيبوتي هي الدولة الوحيدة المستقرة داخليا سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وهذا حقيقة مثار إعجاب. نحن في جيبوتي وفي المملكة العربية السعودية نتشابه بجزئيتين مهمتين جدا: حكمة القيادة والتعاضد والتكامل بين الحكومة والشعب، مما أدى إلى أن ينعكس ذلك أمنا واستقرارا على هذين البلدين.
جيبوتي كما نعلم جميعا بلد صغير محدود الإمكانيات في موقع استراتيجي مهم، حوله كثير من الدول التي تعيش كثير من المشاكل والحروب والنزاعات منذ استقلال جيبوتي، نتحدث عن 45 سنة أو قبل ذلك حتى، وهذه المنطقة ملتهبة ودائما في مشاكل. لكن جيبوتي آمنة مستقرة ولله الحمد، تمشي بنماء وتطور حسب القدرات والإمكانيات المتاحة. هذه ميزة في جيبوتي، وهذا رأس مال هو ينعكس أيضا وموجود في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية منذ أن وحدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه، توحدت قبائل وعشائر هذه المنطقة وأصبحت تعيش في أمن ورخاء، وهي في حالة تنمية مستمرة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز ومن بعده أبنائه البررة حتى ساعتنا هذه في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قفزات نوعية في أمن واستقرار. فأقول لكلا شعبي البلدين أنتما في خير، الشعب الجيبوتي والشعب السعودي، بفضل حكمة القيادتين الرشيدتين في البلدين وبفضل الأمن والاستقرار والطمأنينة الذي يعيشانهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الوضعية من الأمن والاستقرار والرخاء في كلا البلدين ولله الحمد. فعلينا جميعا في جيبوتي والمملكة أن نحمد الله كثيرا على ذلك.